السلام عليكم حبيباتي ومرحبا بكم فيديو جديد على قناتي بيتي. اليوم جيت نشارك معكم هذا الفيديو وطلبتوا مني اني نشارككم تحضيراتي للشهر الكريم. فحبيت نشارككم بعض المشتريات اللي نشريهم وبعض الاشياء اللي راني نقصهم من القضيان تاع الشهر. لانه يعني في رمضان او قبل شهرين او يعني الشهر من قبل يعني رمضان تبدأ الأسعار ترتفع، وهكذا يعني نغتنموا الفرصة كل مرة نقضوا شوية أو نقصوا من القضيان تاع الشهر اللي راح يعني نشيهم يعني في هذا الشهر، نقصوا منهم بعض اللوازم. هنا أو بعض الأشياء كذلك اللي نقتنيوها مبكرا وما تخسرش، ونلاحظوا التاريخ يعني نهاية الصلاحية نتاعها أو نحتفظوا بها، لأنه كما قلت لكم يرفعوا في الأسعار. وربي يهديهم إن شاء الله كامل، لأنه الشهر الفضيل شهر يعني الرحمة والمغفرة. ولكن ربي يهدي هاد التجار، ربي يهديهم إن شاء الله. ما يراعيوش يعني ظروف الناس، لأنه مش الناس كامل في مستوى واحد، ومش ناس كامل عندها. ولكن إن شاء الله ربي يهديهم، ندعو لهم بالهداية إن شاء الله. وربي يحفظ البلد ديالنا. واسمحوا لي يعني البنات على خاطر يعني تأخرت عليكم، والله راني نتابع في هاد الأخبار وما قدرتش يعني ننزل هكذا فيديوهات، ومازال قلبي متعلق منا يعني بالبلد نتاعي. فاسمحوا لي على التأخير يعني، وإن شاء الله يا رب يعني يحفظ بلدنا ويهدي يعني هاد الرؤساء اللي راهم حاكمين وكلش إن شاء الله يا رب. المهم راح نشارككم إن شاء الله هاد القضية نتاعي كيفاش يعني شري واش شرا لي زوجي، واش اللي يعني نحيتهم من القضية نتاع الشهر. هنا أول شيء الأكياس اللي خاصين بالمجمدة، هادو لازم ضروريين، لانه راح نخزنوا بعض الاشياء اللي تكون موسميه وما تكونش في شهر رمضان. يعني تكون اشياء اخرى او فواكه اخرى او بعض الخضر الاخرى يعني. فنشريو هاد الاكياس اللي باه نحفظوا بها الاكل تاعنا. وكذلك زيت الزيتون هنا راه عندي، ولكن نشرى زوجي قاروره اونكا احتياط، لأنه راها عندي، ولكن هذه احتياط فقط صغيرة. وكذلك نقص من قضيان الشهر هاد العلبة، يعني راعيت العدد تاعها، شفت العدد تاعها يعني مازال تطول أكثر. فنحيتها من القضيان تاع الشهر، ما نستعملهاش هذا الشهر يعني أو الشهر اللي بعده، لأنه مازال عندي. وكذلك هنا شريت راس الحانوت، يعني ما نستعملش بزاف، شريت كمية قليلة، لأنه أغلب استعمالي يكون بين الكركم والزنجبيل في الأكل، غير بعض الأكلات اللي نستعمل فيها راس الحانوت. وكذلك شريت هنا السمسم أو الجلجلان، راح نستعمله في بعض الحلويات أو بعض الأكلات أو الوصفات، مثل طاجين الحلو أو مرقة حلوة. وكذلك الزبيب اللي ما ننساوهش دائما، حتى هو مرافق للطاجين الحلو. وشوربة فريك كذلك، هنا فقط أنا زوجي شرا كيلو، قال لي شوفيها أسكم مليحة ولا لا. راح نعطيكم في الأخير كيفاش تعرفوا شوربة فريك، عفوا شوربة فريك هذه يعني النوعية مليحة وما هيش يعني مغشوشة أو يعني مخلطة ببعض الأنواع الأخرى تاع القمح. وكذلك أنا شريت الفلفل الأبيض الحار، هنا سعره هذا يكون شوية غالي، الجرام تاعو نورمالمون شوية غالي. المهم شريت شوية فقط المرقة البيضاء، يعني الأكلات البيضاء. وكذلك الزنجبيل شريته حب، ولكن الكركم زوجي نسى ما جابليش حب، جابلي مطحون. أنا حبيت نخليه هكذا حب، وكي يقرب إن شاء الله رمضان، لأنه عندي وطحنت سبق وطحنت قبل يعني، نستعمل استعمال هذا الشهرين إن شاء الله. وكذلك الكمون راني ديجا طحنت منه وخليت هاد الكمية، يعني هكذا تصيبوها يعني حاجة جديدة أفضل. وهنا كذلك شريت البرقوق، المرقة حلوة، يعني تشوفوا العادات نتاعو وتخبيوه عادي، يعني كل مرة تجيبوا حاجة شوية. السكر هذا السكر خاص للزوج تاع الفركتوز. والسكر العادي هذا نقصته كذلك من القضية نتاع الشهر، هكذا نقص كل مرة حاجة. وكذلك علبة الزبدة سبق لي وشريت في الشهر اللي فات بعض القضيان ونقصت منهم. والحليب المركز بإمكانكم كذلك تصنعوه في البيت، ولكن زوجي هو اللي شراه مشي أنا. يعني احنا إن شاء الله نشارككم طريقتي في صنعه في البيت، يعني ساهل تصنعيه في البيت، ما كانش تشريه، ولكن زوجي هو اللي شراه معليش. وكذلك هنا عندي الكاوكاو أو اللوز إيفيلي، هكذا لبعض الحلويات. وهنا دوكا راح نعطيكم الفكرة كيفاش أو التدبيرة كيفاش يعني طريقتي اللي تعلمت على الأم تاعي، وزادة طريقة قالتها لي مرت لوسي كيفاش تعرفيه كذلك. أول شيء الطعم نكتر فيه شوية،
ترفدي شويه من هاد الشوربه فريك، ترفدي منه شويه. اول حاجه انك تذوقي الطعم نتاعو، اذا كان فيه طعم الحموضه راه مليح. هكذا قالت لي مرت لوسي، ما على باليش هذه اول مره. الطريقه تاع الام تاعي انه كي تروح تشري تدي معاها قرعه تاع الماء، او تشري قرعه تاع الماء في الطريق وتسييه شويه هكذا في كاس جوتابل ولا لي غوبلي يعني، وتشوف اسكو يحول هذاك اللون نتاعو. شوفوا هنا استعملت شويه تاع الماء، ونشوف اسكو يحول اللون نتاعو او لا، يعني لونه هو اخضر. نشوف اذا كان خرج هذاك الاخضرار نتاعو كامل بلي راه مغشوش يعني مصبوغ، يعني ماهوش اصلي يعني. ولكن هنا ما صبته يعني اصلي، على خاطر ما خرجش كميه كبيره من الصباغ، وانما هذاك الغبار نتاعو. وانا يعني طريقتي في الاحتفاظ به اني نضعه في علبه او في قاروره، ونضعه في الثلاجه، لانه مع السخانه يبدا ما على باليش يعني مع السخانه يبداو يديروا يكونوا بعض الحشرات وكلش، فلذلك نحب نضعه في الثلاجه. واذا كان حابين تشروا كميه كبيره ثاني كل رمضان وبعد رمضان، بامكانكم تضعوها في المجمده في علبه في الكونجيلاتور، وما يصير لها حتى حاجه. يعني سبق وشفت دار الشيخي كيفاش واضعينها يعني في الكونجيلاتور يشرو كميات هكذا ان كان مناسبه ولا اي شيء. وشوفوا هنا لونه بقى اخضر، فقط هذاك الغبار، هذاك اللون الاصفر تاعو تاع الغبار يعني. وان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. اذا عجبكم ما تنسوش ديروا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد.